هلا ويابا، شلونك؟ هلا ابني، هلا. يابا ما صار الوقت. لا ابني لا، بعد وين الفطور يا وقت؟ جايني هسه تقول لي يمكن الصيام مأثر عليك. هذا شو اسولف له؟ راح افوت بالموضوع. يابا يا صيام يابا. أوه. ولك ابني، انت غير تشوف نفسك تكون نفسك. الزواج ما يراد له فلوس، ما يراد له تجهيزات، يدي شوف نفسك يا ابني وبعدين. شبيان؟ ابني تروح شوف نفسك زين وبعدين تراني. اروح اشوف نفسي. هذا شلولو وش بيه؟ يمكن مأثر عليه الصيام. ولك ابني هذا شنو؟ انت مو قلت روح كون نفسك؟ ولك ابني مو كون نفسك يعني يسوي لك عضلات وتروح تخلي اسفنج بيدك. ولك انت الضشه لولو ابني، معناه تكون نفسك يعني روح اشتغل، يعني جمع فلوس، الين وراك مصاريف، وراك تزاهي العرس، وراك انت تظل شلولو. حتى هذه ما ضبطت. الله العظيم. يابا ليش ما تشتري سيارة؟ هسه احنا فضينا العرس، بقت علينا بس السيارة. اي ولك ما تجوز من هاي سوالفك. بطيء كافي. يابا ليش ما تاخذ لي بيت؟ اوف، ولك انت شلولو تظل بهاي الحالة، مرة تريد لك عرس، مرة تريد لك سيارة، مرة تريد لك بيت، تريد بيت؟ ايوه. قوم ابني قوم. قوم قوم. ولك دوخ عني. دمرتني. هاي شباب دوختني، ما اعرف شو يريدون. هو ما عنده ولا فلس بجيبه، وكل ساعة جاييني اريد اتزوج، اريد بيت، اريد سيارة، وهو يطلب الالف مني. شنو هالحالة هاي؟ يابا زواج ما اريد، سيارة ما اريد، بيت ما اريد. عافيتني. قررت اتزوجك. ابكي عليك، هذا خوش قرار. اقعد يمي. والله انت شو، اكو بعض مرات الولد بالبيت واحد بيهم يفتهم. مو انت يا غبي كنت تزوجني على امك. مو اني فكرت، ابو المثل يقول اذا كبر ابوك خاويه، حتى تحن عليه. ولك انت حتى المثل ما تعرف تقوله بالمقلوب. اذا كبر ابنك خاويه، وانت تريد خاويك. مش بعيني، هاي عيني الك خاويك.